في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، أوصل الإطار الفني للمنتخب التونسي بقيادة صبري اللموجي توسع دائرة الخيارات الفنية من خلال إدراج 4 لاعبين شبان ضمن القائمة الموسعة الخاصة بمعسكر شهر مارس. السلام عليكم ناس كليكا، اليوم عنا موضوع مهم برشا. المنتخب التونسي يفاجئ الجميع ب4 أسماء جديدة في القائمة الموسعة قبل معسكر مارس. أسماء الشباب محترفة في أوروبا وأول مرة تدخل الحسابات الجديدة للمنتخب الأول. السؤال: هل هذه بداية مشروع جديد ولا تجربة قبل التصفيات القادمة؟ ما تنساوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا زر اللايك، وهيا نبداو. قبل كل شيء خلينا نعرف شنو هي القائمة الموسعة. القائمة الموسعة عادة تضم 30 إلى 40 لاعب. الإطار الفني يختار منهم القائمة النهائية. الهدف متاعها متابعة أكبر عدد من اللاعبين، خاصة المحترفين في الخارج. في الفترة الأخيرة المنتخب بدأ يركز أكثر على مزدوجي الجنسية، وأول اسم معنا هو حارس روما الشباب سليم بوعسكر العمر، حارس شاب، المركز حارس مرمى، يلعب مع فريق الشباب في روما، وتمت دعوته في إطار متابعة الحراس الصاعدين لتعزيز المنافسة في مركز الحراس مستقبلا. واستدعاء يوري اللي الجامعة قاعدة تخدم على مشروع طويل المدى للحارس، خاصة بعد ما شفنا مشاكل في الاستقرار في هذا المركز. استدعاؤه مش باش يكون أساسي طور، الهدف إدماج تدريجي. مركز الحارس في تونس يحتاج استقرار على مدى الطويل، ووجود حارس يتكون في مدرسة إيطالية ينجم يكون مكسب كبير في المستقبل. واللاعب الثاني أدم عروس يلعب مع نادي قاسم باشا التركي، ظهير أرسل أيسر هجومي، يلعب في الدوري التركي، معروف بقوته البدنية ونسقه العالي. نقاط القوة متاعه: سرعة، عنده سرعة، عرضيات، قادر على اللعب في تكتيك 2-5-3 وتكتيك 3-3-4، وهذا ما يبرز اللي هو لاعب عنده مستقبل ولاعب ممتاز جدا في السرعة متاعه. واللاعب الثالث أيمن الشرني ينشد مع غوزي تيبي التركي، عنده تجربة احترافية خارج تونس، لاعب منظم تكتيكيا وعنده برشا خبرة، يعطي عمق في مركز الظاهرة الدفاعي. المنافس في المنتخب باش تولي أقوى، مدرب يحب اللاعبين اللي يلعبوا بنظام في بطولات محترفة كما تركيا. واللاعب الرابع هو لاعب خليل العياري، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعب شاب تحت المراقبة، يدخل ضمن سياسات البحث عن المواهب الجديدة، يمكن يكون عنصر مفاجئ في المعسكر القريب. لو يقنع في التمرين ينجم يدخل في القائمة النهائية، لو ما يقنعش تنجم تكون ليه تجربة أولى فقط. وأيضا في سباق الاستعداد لكأس العالم 2026 وضع المنتخب التونسي برنامج تحضيري يتضمن سلسلة من المباريات الودية الدولية القوية، ومن المنتظر أن يواجه نصر قرطاج منتخب هايتي ثم كندا في أواخر شهر مارس على الأراضي الكندية، قبل أن يتحول البرنامج إلى أوروبا مطلع يونيو، حيث يلاقي المنتخب التونسي كلا من النمسا في فيينا وبلجيكا في بروكسل. وأيضا يوسع الجهاز الفني من خلال هذه المواجهات لرفع نسق الجاهزية البدنية والتكتيكية وتجربة بعض الأسماء الجديدة في أجواء تنافسية عالية قبل الدخول في أجواء النهائيات من كأس العالم. وفي رأيك شكون أكثر لاعب يستحق يدخل القائمة النهائية؟ هل نشوف جيل جديد يبدأ يتكون من الآن؟ اكتبوا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، والقدم أقوى في القناة. وباي باي.